عاوز اقول لك على حاجة. انت متخيل ان في ناس كتير هتدخل النار بسبب الحاجات دي؟ حاجات ضيعت كتير من الناس وخاصة الشباب بسبب يا ريت العاقبة في الدنيا بس، ده الجزاء نار في الآخرة. ففي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. فالفم يدخل النار في حالتين: الحالة الأولى إذا كان آكلا الحرام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. الحالة الثانية إذا كان ناطقا بالحرام، فكلمة واحدة ممكن أن تهوي بك في نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم. وهناك حديث آخر أشد خطورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ أما عن الفرج فبسببه تكون معاصي الخلوات. يقول الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يوم القيامة بيحصل حاجة خطيرة جدا لا يتخيلها عقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منصورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انت متخيل انك تيجي يوم القيامة وعندك حسنات كثيرة جدا 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 فيجعلها الله هباء بسبب معاصي الخلوات؟ طب الحل ايه؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والمقصود هنا الفم والفرج، فلازم نحافظ عليهم من الوقوع في زلل المعاصي حتى نتقي شرهما ولا يكون سببا في دخول النار والعياذ بالله.